وبطل وصفة اليوم السمن البلدي الخطير بطريقة سهلة وطعم بشهي. رح نحتاج كيلو من الزبدة البلدية، رح أحط لكم طريقتها بأول كومنت. ممكن تجيبوها جاهزة من عند أي محل لبن. بس مهم إنه تكون عندنا زبدة بلدية لحتى ناخد الطعم الطيب. بندوبها على النار لحد ما تدوب تماما. بهاي المرحلة ممكن نشتغل فيها مباشرة، وممكن نبردها بهاي الطريقة. بننزلها بأي صحن متوفر عندكم، بتخلوها لحد ما تبرد تماما، تنزل عنا كل كمية الشنين اللي تحت مثل ما انتم شايفين بهالطريقة. وبهاي الطريقة بنضمن انه معظم كمية الشنين الزايدة تنزل لتحت، بالتالي مدة الغليان بتكون اقل. رح تكون عنا الزبدة على الوجه والشنينة من تحت. رح نصفي الشنينة وناخد الزبدة بس بنحطها على النار، ومندوبها ومننزل عليها نص كوب من البرغل الخشن المغسول والمنقوع، ومعلقة من إبهارات السمن العربي أو حواجة السمن العربي موجودة عند أي عطار. مع تقليبة بين الوقت للتاني بنتأكد إنه السمنة عنا صارت صافية. بعدها بنصفيها الدور الأول، نرجع بنصفيها الدور الثاني ونتركها لحد ما تجمد تماما. بالنسبة للبرغل ممكن نستخدم الجريش بداله إذا مش متوفر. طبعا ما شاء الله مش قادرة أقول لكم قد إيه نكهتها وريحتها جدا طيبين. بتعملوها في البيت كتير أطيب من اللي بتشتروها بالسوق، وألف صحة وعافية.